احساسك ايه بقى بعد ما فكيت التقييم؟ انا مش مصدق ان انا هضحك عادي. انا ما كنتش بضحك خالص يعني. متهيألي عمري ما كنت بحب ابين سناني خالص بسبب اللي هي كانت شكلها ما بيعجبنيش يعني. انا النهارده عند دكتور اشرف بفك التقويم. انا من اول ما بدات التقويم ده انا كنت حاسس هيبقى شكلي وحش قوي بيه ومتردد، بس طبعا عشان دكتور اشرف من اشطر الدكاتره في مصر، ومن ناس كتير عملت معايا واشتغلت معاه، فطبعا جيت هنا عامله مختلفه. الناس محترمين جدا، التيم كله حتى اللي معايا الدكاتره كلها بيتعاملوا بروفيشنال يعني. والنهارده المفروض هفك التقويم وهشوف بقى شكلي بعد التقويم. احساسك ايه بقى بعد ما فكيت التقييم؟ انا مش مصدق ان انا هضحك عادي. انا ما كنتش بضحك خالص يعني. متهيألي عمري ما كنت بحب ابين سناني خالص بسبب اللي هي كانت شكلها ما بيعجبنيش يعني. على طول كنت عامل البوكت فيس ده، بس الحمد لله يعني، الحمد لله اللي هي نتيجه زي ما انا شايف كده يعني. انا مش مصدق ان انا هضحك عادي بعد كده. طب بالنسبه للتعامل هنا كستاف، الدنيا معايا ايه؟ لا الناس هنا كلها بجد ناس محترمه وبروفيشنال وبيتعاملوا مواعيدهم تمام. ودكتور اشرف والتيم اللي معاه كلهم بيشتغلوا بنفس الكفاءه. محدش يعني كفاءته اقل من التاني. بجد ناس كلها بروفيشنال. طب انت بتنتظر كتير لان احنا